السلام عليكم. في الفيديو ده هخليكي تعملي أسهل وأسرع وأحلى جاتو شوكولاتة في الدنيا، من غير بقى كيك اسفنجي ولا كريمة زبدة ولا حتى كريم شانتيه. أمال ازاي هيبقى جاتو؟ خليكي بس معايا وهتشوفي بنفسك. هنعمله بكيك بسيط جدا، وكمان بجناش من أسهل ما يكون، من مكونين فقط. وهنشوف ده مع بعض. شايفين قوامه عامل ازاي؟ ما تيجوا بقى نشوف الطريقة على طول. اول حاجة هنبتدي ان احنا نسيح الزبدة بتاعتنا، وهننزل عليها بالكاكاو الخام الغير محلى، وهنقلبهم مع بعض لغاية لما يندمجوا بالشكل ده كده. وهبتدي بعد كده في تحضير الكيك، وهنبتدي اول حاجة بالبيض الكبير في الحجم مع الفانيليا. وهنا انا بس بفك البيض كده شوية بالمضرب، وبعدين هنزل عليه بالسكر، وهنضرب كويس قوي في المرحلة دي لغاية لما يهيش والهواء يخش فيه كويس قوي، يعني يبقى بالمنظر اللي حضرتك شايفاه معايا. هنا هوقف المضرب، وهبتدي ان انا اقلب بقية الخطوات بالسباتولا. هننزل بقى بالخليط اللي احنا عملناه بتاع الكاكاو والزبدة على خليط البيض، وهنقلب لغاية لما يندمجوا تماما بالمنظر ده كده. بعد كده هبتدي ان انا اضيف الدقيق والبيكنج باودر، وبرضو هنقلب بالسباتولا لغاية لما الدقيق يختفي تماما ويكون الخليط بتاعي بالشكل ده كده. هتلاحظي هنا ان الخليط يعني اتقل من خليط الكيك العادي، وده احنا عايزينه عشان الكيك بتاعي يطلع سمكه رفيع. بعد كده هنزل بالخليط بتاعي على الصينية بتاعتي اللي انا مبطنة القعر بتاعها بورق الزبدة، وطبعا هنساوي السطح وعلى الفرن المسخن مسبقا على 180 درجة مئوية لغاية لما تطلع بالشكل ده كده. هنسيبها تبرد تماما، وبعدين هبتدي بقى ان انا اشتغل فيها. هقلبها على السطح بتاعي واشيل ورق الزبدة، وهقلبها بحيث ان انا اخلي وشها لفوق عشان خاطر لما اجي احشيها تبقى الجزء اللي هو بتاع القعر ده من فوق ومن تحت، اللي هو الجزء المستوي. وزي ما اتفقنا الجناش من اسهل ما يكون، مكونين فقط الشوكولاتة واللبن. هنسخن اللبن بتاعنا وننزل بيه على الشوكولاتة، ونسيب سخونة اللبن دي يعني تسيح لي الشوكولاتة تماما لغاية لما يكون شكلها بالمنظر ده كده، وبقى عندنا اسهل جناش زي ما اتفقنا. هعمل ايه بقى في الكيك بتاعي؟ هبتدي ان انا اقسمه لنصين متساويين. في نص منهم هحط يعني جزء صغير من الجناش، بحيث ان احنا نلزق الطبقتين مع بعض، وهفردها طبعا على السطح كله. وبعدين هجيب النص التاني بتاع الكيك وهحطه بحيث ان القعر يكون من فوق زي ما احنا شايفين في الفيديو. هبتدي بقى ان انا احط باقي الجناش كله على السطح وهفرده. طبعا لو ما عندكيش الاداه دي وعايزه يعني الموضوع يمشي بسيط، ممكن جدا تستخدمي السباتشولا العاديه. هتفي بالغرض شويه بقى سبرينكلز كده عشان نخلي شكلها احلى. ومفيش بقى غير ان احنا دلوقتي ندوق. هتجربوها وهتقولوا لي ان هي جميله جدا واحلى من الجاتو الجاهز.